قبل ما نبدأ، خلينا أسألك سؤال مهم جدا. هو التسويق صعب ولا احنا بس اللي فاكرينه صعب؟ طب انت شايف ان التسويق محتاج موهبة ولا اي حد يقدر يتعلمه؟ اكتب دلوقتي في الكومنتات وكمل معايا الفيديو عشان تعرف انت كنت صح ولا غلط. وبما ان ناس كتير فاكرة ان التسويق مجرد بيع او اعلان على الفيسبوك، علشان كده هقولك جملة هتغير طريقة تفكيرك. التسويق هو حياتك كلها، من اول لما بتصحى من النوم لحد ما تنام. واستنى عليا هتفهم دلوقتي. قبل أي حاجة بلاش نحصر التسويق في المنتجات والخدمات بس. احنا هنا فاهمين إن التسويق يعني منتج، يعني خدمة، يعني إعلان وبس كده. لكن في الحقيقة التسويق مش محصور في ده خالص. انت نفسك براند، وشخصيتك وطريقتك وسلوكك كل ده تسويق. لما بتظهر قدام أهلك بشكل هادي، ولما بتظهر مع أصحابك بشكل مختلف، ولما بتكتب بوست على الفيسبوك وبتحاول تبني شخصية معينة، ولما بتنزل صورة في الجيم عشان الناس تشوفك أكتف، انت كده بتسوق لنفسك من غير ما تحس. الإنسان بيعمل تسويق لنفسه حتى وهو ساكت. نبرة صوتك، وقفتك، اختيار لبسك، طريقة ضحكتك، كل ده كوميونيكيشن. ولما نضيف عليهم نية وصورة معينة، يبقى احنا كده دخلنا في الماركتينج. طب ليه أنا بسوق لنفسي أصلا؟ لأن المجتمع ما يعرفش حياتك. المجتمع بيعرف الصورة اللي انت اخترت انك توريها له. واسمع الجملة دي كويس. الناس مش بتشوفك، الناس بتشوف الصورة اللي انت سمحت لهم يشوفوك بيها. يعني لو احنا عندنا اتنين عندهم نفس الكفاءة، نفس التعليم ونفس الخبرة ونفس كل حاجة، بس واحد بيظهر للناس وبينتشر وبيتكلم، فالناس هنا هتشوفه هو الخبير الحقيقي، هو ده البوبولار. مع ان ممكن التاني يكون احسن منه بكتير، بس التاني ساكت ومش ظاهر ومش بيسوق لنفسه قدام الناس، فالمجتمع ما يعرفوش. وده اللي بيخلي البيرسونال براندنج مهم جدا. انت بتاخد قيمة اكبر مش لانك احسن، بس لان صورتك اقوى. طب نرجع للاساس بتاعنا، يعني ايه تسويق اصلا؟ هقولك ابسط تعريف ممكن يخش المخ. التسويق هو توصيل الصورة الصح للشخص الصح في الوقت الصح. يعني صورة سيلف ايمج او صورة منتج او فكرة. الشخص الصح ده جمهورك، الوقت الصح دي اللحظة اللي العميل محتاج أو جاهز يسمعك فيها. ومش شرط إنك تكون بتسوق لمنتجات بس، أو مش شرط إنك تسوق لشركة. أنت ممكن تكون بتسوق لنفسك لو أنت رايح انترفيو شغل، أو ممكن تسوق لفكرة، تسوق لرأي، محتوى، صورة. والأهم من كده إن التسويق مش إقناع غصب. التسويق هو إنك تفهم عقل الناس كويس، تقدم اللي عندك بطريقة تخليهم هما اللي يجوا لوحدهم. تعال نرجع لورا شوية. تعال نشوف قرار اختيارك للكلية. لما كنت بتختار كلية، اخترت بناء على ايه؟ هل كلام الناس؟ طب بيقولوا ان دي كلية القمة، دي كلية بتفتح شغل، دي كلية ملهاش علاقة بالمستقبل خالص. اوعى تفتكر ان ده حقيقة. ده تسويق اجتماعي اتبنى جيل ورا جيل. خد مثال واضح، زي مثلا كلية علوم. رغم انها اصعب من طب في حاجات كتير، ولكن هي مش مصنفة القمة. مع إنها كلية تقيلة، مناهج صعبة، مجالات كتير، وشغل محترم. طب إيه السبب؟ السبب إن الصورة اللي اتسوقت للكلية في المجتمع صورة ضعيفة. محدش ركز يبيعها صح، محدش قدم قيمتها، فكبرت فكرة غلط واستقرت. وده يثبت لك حاجة، إن التسويق أقوى من الحقيقة. لو الصورة اتقدمت غلط، الناس بتصدق الغلط، ولو الصورة اتقدمت صح، الناس بتصدق الصح. وده نفس اللي بيحصل في حياتك الشخصية. انت مش شخص واحد، انت كذا شخصية حسب الجمهور. مع اهلك بتحب تبين انك هادي وعاقل، ومع اصحابك بتحب تبين انك شخص كده جماوي وسوشيال، ومع الناس الجديدة بتحب تبين انك رزين كده وعاقل. وفي الشغل بتحب تبين انك راجل بقى بتاع بيزنس وعامل كنترول وشخصية. انت بتعمل ده ليه؟ لانك بتفهم الجمهور اللي قدامك، وبتغير طريقة عرضك لنفسك حسب الوضع. وده تعريف التسويق باختصار: تغيير طريقة العرض بناء على الجمهور المستهدف. فانت طول اليوم بتسوق من غير ما تاخد بالك.